لو راجعة من الشغل تعبانة ومش قادرة تقفي في المطبخ كتير وبتفكري تعملي أكلة سريعة وسهلة تشبع الأسرة وتكون طعمها حلو في نفس الوقت ومفيهاش لف كتير، تعالي شوفي معايا الفيديو ده. هنعمل مع بعض صدوق بالطماطم، ريحته هتملى البيت وطعمه هيعجب كل اللي في البيت، وكمان هنعمل جنبها شوية بطاطس محمرة مقرمشة بتكمل الطعم وتخلي السفرة تحفة. مش هنحتاج وقت طويل ولا مكونات كتير، بس النتيجة هتخليكي تعتمديها كل ما تكوني محتارة. يلا بينا نبدأ الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من الوصفات السهلة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. في البداية كده بقى ولعت البوتاجاز بتاعي وجبت الطاسة بتاعتي هحمر شوية البطاطس اللي انا قطعتهم بسرعة دول. قطعت البطاطس بتاعتنا، غسلتها غسلة كويسة وحطيت عليها مية وهضيف عليها شوية كده من الملح وهضيف كمان شوية من الخل. وبنصحكم لما تيجوا تجيبوا البطاطس، لو لقيت البطاطس اللي هي بيبقى فيها نقطة حمرا دي بتبقى حلوة قوي قوي في التحمير، بتبقى مقرمشة معاكي من بره وتلاقيها ملحمة من جوه، تيجي تاكلي البطاطس ما شاء الله يبقى طعمها حلو قوي. حاولوا دايما تجيبوا البطاطس اللي فيها نقطة حمرا دي، هي بتبقى مش موجودة في بعض الأوقات، فبس هي بتبقى أحلى حاجة لو لقيتيها يعني. كده خلاص نقعت البطاطس بتاعتنا، بعد كده هستنى بقى لحد الزيت بتاعنا ما يسخن قوي، وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتنا واحمرها، وهنقل بقى الطاسة بتاعتنا ديت على عين تانية وهنشوف بقى الصدوق بتاعنا القمر ده هنعمله ازاي. كده خلاص حطيت شوية كده من البطاطس بقى، هنقل بقى الطاسة بتاعتنا وهنجيب بقى طاسة فاضية ونحاول نعمل الصدوق بتاعنا. طبعا البطاطس بتاعتنا ما بنقلبهاش خالص الا لما تحمر، ما تجيش جنبها خالص عشان برضو ما تتهرش معاكي. جيب حلة بقى صغيرة وهنزل بشوية صغيرين كده من الزيت، وهجيب بقى بصلاية كبيرة او بصلتين اتنين، الاكلة دي بتحب البصل او يمكن هتسيبي الصدوق وتاكلي البصل. انا جبت بصلاية كبيرة كده قطعتها جوليان او اي بقى شرايح رفيعة او اي تقطيع تحبيها. نزلت كده بالبصل وهقلبه كده في الزيت واستنى لحد ما البصل بتاعنا يدبل خالص. انا مش عايزة البصلة تحمر معايا، انا عايزة البصلة بس مجرد ما تدبل بس. هكون بقى محضرة 4-5 فصوص من الثوم مقطعاهم شرايح رفيعة، او ممكن تدقيه مفيش مشكلة برضو. اهو شايفين كده البصل دبل معايا محمرش، هنزل بقى ب3-4 فصوص من الثوم مقطعاهم مكعبات صغيرة كده، وهقلب الثوم على البصل، وهنزل كمان بمعلقة هريسة او معلقتين اتنين حسب بقى ما انتوا بتحبوا الحامي. احنا بنحب الحامي فضفت معلقتين اتنين صغيرين. انا هعمل ربع كيلو صدوقي بس، يعني الكمية اللي انتوا شفتوها في الاول دي بربع كيلو من الصدوق. حطيت الثوم ومعاه معلقتين اتنين من هريسة الشطة كده وقلبته مع البصل، وبعد كده اكون مقطعه طماطمية واحدة بس، انا عاملة ربع كيلو من الصدوق. جبت طماطمية وقطعتها مكعبات صغيرة كده. هقلب بقى الطماطم مع البصل مع هريسة الشطة مع الثوم واسيبها شوية لحد ما تنزل ميتها وتبدأ تشرب، برضو مش عايزاها تتسبك للدرجة ان هي 3/4 تسبيكة كده. تمام، هسيبها بقى لحد ما تنزل ميتها وتشربها بالشكل ده كده. شايفين نزلت ميتها وشربتها، بس لسه برضو فيها حاجة بسيطة كده من المية، انا مش عايزاها تنشف قوي. بعد كده جبت الصدوق بتاعنا وقطعته قطع صغيرة بالشكل ده زي ما انا قايله لكم، ده ربع كيلو بس. وعاوزه اقول لكم كمان ما شاء الله ربع كيلو مبروك معايا قوي، وكف 4 افراد ويمكن فاض مننا كمان مع البطاطس المحمرة. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله البصل لوحده بس كده يفتح النفس لوحده. الوصفة دي بجد بجد تحفة تحفة بجد يعني. كده قلبت الصدوق، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الكمون، وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح، وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بس هي دي البهارات بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليه. هنقلبه بقى تقليبة كويسة، وهنسيبه بقى على النار لحد بس حوالي يعني اقل من 5 دقايق كمان هيستوي معاكي على طول. ما تسيبوش بقى ينشف معاكي كده، خليه برضو في الصوص بتاعه كده بيبقى طعمه حلو قوي كده. البطاطس بتاعنا حمرناها بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم قرمشه قوي قوي. البطاطس اللي فيها نقطه حمرا دي بتبقى بجد بجد بتبقى تحفه قوي. الاكله بتبقى سهله وسريعه. شايف البطاطس بسم الله ما شاء الله، بصوا مقرمشه من بره وملحمه من جوه، تلاقيها ما شاء الله مليانه من جوه كده وطريه. وده الصدوق بتاعنا خلاص بقى جاهز. عايزه اقول لكم بجد ريحته تحفه وطعمه بجد هيعجبكم جدا. جربوا الطريقه وان شاء الله الطريقه دي تعجبكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات تحت. يا ريت يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.